في عادة كده يعني كلنا بنعملها تقريبا. تفتح الموبايل تدخل على أي ابليكيشن شوبينج وتلاقي نفسك بتشتري الجزمة الجديدة اللي شكلها تحفة أو الموبايل الأحدث أو سماعة شكلها شيك كده. خلاص الموضوع بقى عادي خالص، ممكن نعمله وإحنا مش مركزين أصلا. بس عارف، وسط كل ده في فكرة كده لفتت نظري جدا في المصور اللي بنبص عليها النهاردة. الفكرة بتقول إن الشوبينج ده اللي هو بتاع الحاجات دي هو فعلياً بيستهلك فلوسنا مش بيزودها. ممكن تبان يعني بديهية، بس طريقة الطرح نفسها تخليك تفكر. طيب خلينا بقى نتعمق أكتر في الموضوع ده ونفصصه كده. هو بالظبط كده. النقلة في التفكير نفسها هي اللي مهمة قوي. يعني المصادر بتوضح الفرق بين حاجتين أساسيتين. الأول هو استهلاك القيمة، والتاني زيادة القيمة المحتملة. لما نشتري مثلا هدوم، موبايل، أي حاجة استهلاكية يعني، قيمتها بيحصل فيها إيه؟ في الغالب بتقل مع الوقت، مع الاستخدام. ده طبيعي. الموبايل بتاع النهاردة كمان سنة قيمته مش هي. دي قيمة بتستهلك. الناحية التانية بقى في حاجة اسمها أصول. الأصول دي زي مثلا الأسهم في الشركات أو وحدات في صناديق استثمار. طبيعتها مختلفة. هي فيها احتمالية إن قيمتها تزيد مع الوقت. أكيد مش مضمون 100% طبعا، لكن الإمكانية دي موجودة. الفكرة بقى في المصادر. ليه كل فلوسنا تروح للحاجات اللي قيمتها بتقل؟ ليه ما نوجهش جزء منها لحاجات قيمتها ممكن تزيد؟ بالظبط، هي دي النقطة اللي عايزين نستكشفها النهاردة. يعني المهمة بتاعتنا النهاردة لو هنسميها كده، هي إزاي نغير بصتنا للفلوس والشراء. بدل ما الشوبينج ده يبقى مجرد يعني استهلاك وبس، متعة لحظية وخلاص، إزاي ممكن نقلبه للي المصادر سمته تسوق استثماري. حتى الاسم نفسه تسوق استثماري يخلي الواحد يقف عنده شوية. الموضوع هنا بيبقى ممتع قوي بقى لما نفكر في التشبيه اللي المصادر استخدمته. بيقولك بدل ما منصة الشوبينج بتاعتك تبقى أمازون أو جوميا، يعني الأماكن اللي بتجيب منها حاجات قيمتها بتقل مع الوقت، ليه ما تكونش منصة زي ثراندر أو أي منصة استثمار تانية هي كمان مكان بتتسوق منه؟ التشبيه ده فعلا يعني عبقري، لأنه بيقرب فكرة ممكن تبان صعبة أو بعيدة لناس كتير. فكرة الاستثمار دي ساعات بتحسس الناس إنها حاجة للمتخصصين قوي يعني. لا، المصادر بتقولك الفكرة أبسط من كده. هي تغيير في العقلية نفسها. بدل ما أقول أنا معايا 1000 جنيه عايز أشتري بيها حاجة، لا، أفكر إزاي ممكن أستثمر ال1000 جنيه دي. والمصادر كمان عشان تقرب الفكرة أكتر يعني أدتنا أمثلة عملية. بتقولك مثلا بدل ما تشتري تي شيرت جديد ب1000 جنيه لمجرد إنه يعني عاجبك وخلاص، فكر كده، بنفس ال1000 جنيه دي أنت ممكن تشتري سهم أو حتى جزء صغير من سهم في شركة كويسة ليها مستقبل. التيشيرت ده قيمته هتقل غالبا، لكن السهم ممكن قيمته تزيد، ممكن تتضاعف فلوسك. أو مثال تاني، السماعة الجديدة اللي شكلها حلو، بدل ما تشتريها ممكن بنفس الفلوس تشتري أصل تاني يقدر حتى يدخلك دخل بسيط في المستقبل. يعني ممكن جزء صغير في صندوق استثمار بيوزع أرباح مثلا. والنقطة دي بتدخلنا في قلب الموضوع بقى. الهدف هنا مش بس إننا نغير الحاجة اللي بنشتريها، لا، الهدف إننا نغير دور الفلوس نفسها في حياتنا. بدل ما هي مجرد وسيلة ندفع بيها عشان ننبسط دلوقتي أو نجيب حاجات بنستهلكها، لا، ممكن نخليها أداة بتشتغل هي عشاننا. المصادر بتقولها ببساطة كده: خلي كل جنيه بتستثمره يشتغل عشان يجيب لك جنيه تاني. يعني الفلوس تتحول من مجرد حاجة بنصرفها لمحرك ينمي ثروتنا، يبني أصول على المدى الطويل. طيب ده كلام جميل نظريا، بس خلينا نتكلم بصراحة بقى. الاستثمار ده مش لعبة، فيه مخاطر صح؟ يعني مش مضمون إن قيمة السهم اللي هشتريه ده هتزيد، ممكن تقل كمان. هل المصادر اتكلمت في الحتة دي؟ إزاي نوازن؟ سؤال مهم جدا وفعلا نقطة أساسية. المصادر صحيح بتركز على الفايدة المحتملة لتغيير التفكير ده، لكن أكيد بتشير سواء بشكل مباشر أو ضمني إن الاستثمار فيه مخاطر. مفيش حاجة اسمها عائد مضمون 100%. دي مش موجودة. الفكرة مش إننا نهرب من المخاطرة خالص، لأن ده صعب قوي لو عايزين فلوسنا تكبر. لكن الفكرة إننا نفهم المخاطرة دي ونديرها صح. يعني إيه؟ يعني بدل ما أحط كل الفلوس في سهم واحد، لأ، أتعلم عن حاجة اسمها التنويع. أوزع استثماراتي على حاجات مختلفة، قطاعات مختلفة، أنواع أصول مختلفة. وكمان مش هستثمر فلوس أنا محتاجها كمان شهر، لأ، أستثمر الفلوس اللي أقدر أسيبها فترة طويلة شوية.
عشان أدي فرصة للسوق ياخد وقته والاستثمار بتاعي ينمو. أهم حاجة بتظهر هنا هي أهمية التعلم، إن الواحد يعرف ويفهم قبل ما ياخد قرار. المنصات زي ثاندر وغيره ممكن تسهل قوي عملية الشراء والبيع، دي حقيقة. لكن قرار إيه اللي أشتريه وإمتى ده محتاج وعي فهم للمبادئ الأساسية وفهم للمصادر برضه. تمام، يعني الموضوع مش بس أدوس على زرار في الابليكيشن وخلاص، لا، في خطوة قبلها بتاعت الفهم والتعلم دي. وده بيوصلنا لنقطة تانية كانت باينة قوي في المصادر، قد إيه الاستثمار بقى سهل دلوقتي مقارنة بزمان. المصادر بتقول إن المنصات دي عملت زي ثورة كده في الموضوع. ممكن توضح لنا الحتة دي أكتر؟ إزاي التكنولوجيا دخلت غيرت الدنيا كده؟ بالظبط، هو فعلا حصل تغيير كبير. زمان كلمة استثمار في البورصة دي كانت مرتبطة بصورة معينة في دماغ الناس، صح؟ فلوس كتيرة قوي، إجراءات معقدة، لازم تروح لسمسار ولازم تبقى خبير بقى وفاهم كل حاجة. ده كان بيخلي الموضوع بعيد عن ناس كتير قوي، صعب الوصول ليه. المصادر بتوضح بقى إن التكنولوجيا والتطبيقات بتاعة الاستثمار دي بالذات عملت حاجة اسمها دمقراطة الاستثمار. ديمقراطية الاستثمار يعني إيه الكلمة دي؟ يعني ببساطة خلت الاستثمار متاح وسهل الوصول ليه لأكبر عدد ممكن من الناس. ديمقراطي يعني. دلوقتي أي حد معاه موبايل ممكن يفتح حساب استثماري بمبلغ صغير جدا، ممكن أقل من تمن التيشيرت اللي كنا بنتكلم عليه ده، وتقدر تشتري وتبيع أسهم أو وحدات في صناديق بسهولة تامة، بشفافية كمان، وتتابع استثماراتك دي لحظة بلحظة على الموبايل. ده غير بقى المحتوى التعليمي اللي كتير من المنصات دي بتحاول تقدمه عشان تساعد الناس تفهم. فالتحول ده كسر حواجز كتير قوي، نفسية ومادية، كانت موجودة زمان. لا، ده فعلا تغيير جذري. طيب نرجع تاني للفكرة الأساسية بتاعت التسوق الاستثماري دي. هل المصادر بتقول إن ده المفروض يكون بديل كامل للشوبينج العادي بتاعنا؟ يعني المفروض بقى نوقف نشتري أي حاجة بنحبها أو شايفينها ضرورية ونحول كل الفلوس للاستثمار؟ أكيد لأ يعني. لا طبعا، وده كويس إنك سألتي السؤال ده عشان ده ممكن يتفهم غلط. المصادر مش بتدعو لأن الواحد يحرم نفسه أو يعيش في تقشف كامل يعني. الفكرة مش إننا نعيش حياتنا كلها بنحسب بالورقة والقلم وننسى ننبسط، لا خالص. الهدف هو تحقيق توازن، بس توازن واعي. يعني بدل ما 100% من الفلوس الزيادة عن احتياجاتي الأساسية تروح في حاجات استهلاكية قيمتها بتقل، ممكن أبدأ أخصص نسبة منها، حتى لو نسبة صغيرة في الأول، للاستثمار. 10%، 15%، أي نسبة. هي دعوة أكتر لأننا نعيد ترتيب أولوياتنا ونفكر بشكل استراتيجي أكتر شوية في قراراتنا المالية اليومية. قبل ما اشتري الحاجة الجديدة دي، أسأل نفسي سؤال بسيط: أنا فعلا محتاجها؟ ولا ده مجرد رغبة لحظية؟ طب هل ليها قيمة مضافة حقيقية ليا؟ طب بنفس الفلوس دي ممكن أعمل حاجة ليها عائد مستقبلي؟ مش لازم الإجابة دايما تكون لأ مش هشتري، بس مجرد التفكير ده بيخلينا واعي أكتر ومتحكمين أكتر في فلوسنا. فهمتك، يعني هي دعوة للتفكير والوعي أكتر منها دعوة للحرمان. نقطة مهمة دي. طيب، في حتة لفتت نظري في آخر المصادر، وهي ربط الاستثمار بتاع الفلوس ده بنوع تاني من الاستثمار. المصادر بتختم كده بدعوة بتقول: استثمر بذكاء واستثمر في نفسك كمان. الربط ده عجبني قوي. ممكن تشرح لنا أكتر العلاقة دي؟ إيه علاقة الاستثمار في الأسهم مثلا بالاستثمار في تطوير نفسي؟ ده جانب مهم جدا وبيكمل سجلات كبيرة قوي. لو بصينا لكلمة أصل دي بشكل أوسع شوية، هنلاقي إن الأصول مش بس أسهم وعقارات وفلوس، لأ، مهاراتنا دي أصل، معرفتنا أصل، صحتنا أصل، حتى علاقاتنا الاجتماعية القوية تعتبر أصل. الاستثمار في النفس معناه ببساطة إننا بنشتغل عشان ننمي الأصول الشخصية دي بتاعتنا. لما تتعلم مهارة جديدة مطلوبة في الشغل، ده استثمار في نفسك، ممكن يزود مرتبك، يفتح لك فرص أحسن، صح؟ صح. لما تقرأ كتاب يوسع مداركك في مجالك أو تحضر كورس، ده بيزود رأس مالك المعرفي، ده استثمار. حتى لما تهتم بصحتك، بالأكل الصحي، بالرياضة، بصحتك النفسية، ده استثمار بيزود قدرتك على الشغل وعلى الحياة بشكل عام على المدى الطويل. تمام. العلاقة بقى بين النوعين دول من الاستثمار المالي والشخصي هي علاقة تكاملية، بيكملوا بعض. الاستثمار المالي الناجح ممكن يوفر لك فلوس زيادة، موارد يعني، تقدر تستخدمها عشان تستثمر أكتر في نفسك، تاخد كورسات أغلى، تسافر تتعلم، تشتري أدوات تساعدك. وفي نفس الوقت الاستثمار في نفسك لما تتعلم وتتطور، ده ممكن يزود قدرتك على إنك تكسب فلوس أكتر أصلاً، وبالتالي يبقى معاك موارد أكتر توجهها للاستثمار المالي. فاهماني؟ هي دايرة كده.
فاهمة جدا. الدايرة دي لما بتشتغل صح بتخلق نمو بقى، نمو متصاعد في حياة الواحد على المستوى المالي وكمان الشخصي. الربط ده فعلا قوي وبيخلي الفكرة أشمل بكتير قوي. يعني مش بس مجرد فلوس وأرقام بتزيد، لأ، ده بناء قيمة حقيقية في حياتنا كلها. وده يخليني أفكر في النقطة الأخيرة بقى اللي ممكن نتأمل فيها. المصادر ركزت قوي على فكرة التسوق الاستثماري عن طريق شراء الأصول المالية زي الأسهم والصناديق من خلال منصات زي ساندر، وربطت ده بأهمية الاستثمار في النفس. بس لو وسعنا مفهوم التسوق الاستثماري ده أكتر شوية، يعني واخدين فكرة إن أي حاجة بتزود قيمتنا في المستقبل هي تعتبر أصل، يا ترى إيه الأشكال التانية اللي ممكن التسوق الاستثماري ده ياخدها في حياتنا؟ يعني مثلا، هل شراء أدوات أو برامج تساعدنا نبدأ مشروع صغير يعتبر تسوق استثماري؟ هل تخصيص وقت وفلوس عشان أتعلم لغة جديدة ممكن تفتح لي فرص شغل؟ هل ده جزء من المعادلة؟ أعتقد ده توسيع منطقي جدا ومهم قوي للفكرة. لو الأصل الأساسي هو إننا نوجه مواردنا، فلوس، وقت، مجهود، للحاجة اللي بتزود القيمة في المستقبل بدل الحاجة اللي بتستهلكها وبس، يبقى أي قرار إنفاق بيخدم الهدف ده ممكن نعتبره شكل من أشكال التسوق الاستثماري ده. شراء معدات لمشروع جانبي، طبعا. الالتحاق بورشة عمل تطور مهارة حرفية عندك، أكيد. حتى شراء كتاب متخصص ممكن يغير تفكيرك أو يفتح لك سكة جديدة في شغلك، ده استثمار. كل دي قرارات بتحول الموارد اللي معاك لأصول محتملة بكرة. الفكرة الأكبر هنا بقى هي إننا نتجاوز النظرة الضيقة للشوبينج على إنه بس شراء حاجات بنستهلكها، ونبص لكل قرار إنفاق على إنه فرصة محتملة لبناء قيمة، سواء القيمة دي فلوس مباشرة زي السهم اللي بيكبر، أو قيمة غير مباشرة هتتحول لفلوس بعدين زي المهارة الجديدة اللي هتجيب لك شغلانة أحسن، أو حتى قيمة بتزود جودة حياتنا بشكل عام زي الاستثمار في الصحة أو في علاقاتنا. جميل جدا. يبقى خلاصة الكلام اللي طلعنا بيه من المصادر دي النهاردة هي دعوة قوية لينا كلنا، دعوة إننا نعيد التفكير في علاقتنا بالفلوس وبالصرف عموماً، ننقل تفكيرنا من عقلية المستهلك اللي همه المتعة اللحظية لعقلية المستثمر اللي بيفكر في بكرة في بناء القيمة للمدى الطويل. وده مش بس عن طريق شراء الأسهم والصناديق، لأ، ده كمان عن طريق الاستثمار الواعي في نفسنا وفي قدراتنا. والحلو كمان إن الأدوات اللي بتساعد على ده، سواء منصات استثمار سهلة أو مصادر للتعلم، بقت موجودة ومتاحة أكتر من أي وقت فات. الفكرة نفسها يعني بسيطة في جوهرها، لكن لما تتطبق صح ممكن تعمل فرق كبير قوي. بالظبط. وزي ما المصادر لخصتها في الآخر، استثمر بذكاء واستثمر في نفسك كمان. المعادلة البسيطة دي بتفتح الباب لتفكير أعمق بكتير، إزاي كل واحد فينا يقدر يعمل استراتيجيته الخاصة عشان يبني قيمة حقيقية في حياته. وده بيسيبنا كده مع سؤال أخير نتأمل فيه كلنا، بعيداً عن الأمثلة الواضحة زي الأسهم والكورسات والحاجات دي. يا ترى إيه هي فرصة التسوق الاستثماري الفريدة اللي ممكن تكون مستخبية في حياة كل واحد فينا دلوقتي؟ فرصة مستنية بس إننا نكتشفها ونوجه لها جزء من وقتنا أو فلوسنا. سؤال فعلاً يستحق التفكير.